دايما بنسمع إن الأخطاء في أي ماتش ممكن تأثر على مسيرة لاعب أو مدرب، لكن إنها تكون السبب في نهاية حياة لاعب دي حاجة صعب تتصدق. أندرياس إسكوبار هو لاعب كرة قدم كولومبي اتولد في ميدلين سنة 1967. كان بيلعب في مركز المدافع. لعب مع منتخب كولومبيا في كأس العالم سنة 1994 وخسر قدام رومانيا، وخسر كمان قدام الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الماتش ده بالتحديد سجل أسكوبار هدف في نفسه، وودع منتخب كولومبيا كأس العالم وخرج من دور المجموعات. بعد الخسارة دي استقبل اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب رسائل تهديد بالقتل من العصابات وتجار المخدرات اللي كانوا بيتحكموا في كرة القدم الكولومبية وقتها. وفعلا كل الجهاز الفني واللعيبة ما خرجوش من بيوتهم ما عدا اسكوبار اللي رفض انه يستخبى واصر انه يواجه الجماهير للتوضيح انه خطأ غير مقصود. وبعد ما واجههم فعلا حاول يهرب منهم بسبب غضبهم الكبير، لكن للأسف ملحقش. والنتيجة كانت انفعال أحد الجماهير اللي أطلق عليه 12 طلقة ومات في ساعتها. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.